check. Rose. Oh! Another knockdown! Rose on the other side to close the show! She was going to break down the feet. That's it! It's over! I'm gonna show you how great I am. Great I am. Great I am. كلمة ممكن تدفع إنسان لقدام وممكن تدمر إنسان. صح. أنت إيه الكلمة اللي فرقت معاك بشكل إيجابي في خلال مسيرتك في البوكس؟ هي جملة للأسطورة محمد علي. الإنسان ده بجد ما يعني فكرة تأثيره هي دي فكرة بقى ترك الأثر يا عماد. يعني فكرة إن أنت إزاي توصل إن أنت تترك أثر وراك في الحياة بأي طريقة ممكنة، سواء بجمل أنت قلتها أو بمواقف أنت عملتها. ولكن الجملة اللي فرقت في حياتي في وقت من الأوقات I'm gonna show you how great I am. أنا هوريكم قد إيه أنا عظيم. واللي عجبني في فلسفة الجملة دي إنها بتنقسم لشقين، يعني تمشي مع فئتين الناس اللي في حياتك. هما الناس في حياتك فئتين، فئة معاك وفئة عليك. فاهم الفكرة؟ الناس اللي بتدفعك لقدام والناس اللي عايزة تدمرك الاثنين. بالظبط. فأنت في حياتك فئتين، الجملة دي تمشي مع الاثنين. يعني مع الناس اللي أنا بيحبوني، بيدعموني، بيقفوا جنبي، بيحبوني لله في لله، عاوزين ننجح. I'm gonna show you how great I am. أنا هوريكم قد إيه أنا عظيم، وهوريكم قد إيه أنتوا ليكوا الحق إنكم تفرحوا بيا. هوريكم قد إيه أنا عظيم، وكان استثماركم فيا ما راحش هدر، وقفتكم جنبي ما ضاعتش، ما كنتوش بتراهنوا على الشخص الغلط، إنكم فعلا 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 تبقوا فخورين بيا. وتبدأ بقى من أول الداعمين الأولين اللي هم الأب والأم، اللي بعد كده الناس اللي وقفت جنبك والأصدقاء، لغاية الناس اللي كانت في طريقك بتقف جنبك وربنا بيسخرها لك. كل دول I'm gonna show you how great I am، عشان في يوم من الأيام تبقوا فخورين بيا وتعرفوا إن أنا كنت قد مسؤولية ثقتكم فيا. الشق التاني I'm gonna show you how great I am، إنكم في يوم من الأيام خسرتوني، إنكم في يوم من الأيام ما وثقتوش فيا، انكم في يوم من الايام تنمرتوا عليا او ضايقتوني او حاربتوني في مشواري او ايا يكن. فانا هوريكم قد ايه انا عظيم وان انتوا كنتوا غلط. فهمت فلسفة الجملة قد ايه عميقة؟ فهو بيقول لكل العالم I'm gonna show you how great I am. انا بحب جدا فكرة ان كل واحد يحط كذا كلمة كده قدامه على الحيطة اول ما يصحى من النوم كل يوم يشوف. فمن ضمنهم بالظبط كلمات معينة هي مأثرة فيه. يعني دي المفروض كل شخص يبقى عنده كلمات معينة اللي بتأثر فيه، يحطها قدامه في مكان، يلزقها بقى بستيكر، يكتبها، يعملها في ورق، ايا يكن، بس تبقى قدامه كده اول ما يصحى كل يوم يشوفها. الناس اللي عايزة تدمرني او تهاجمني انا خدت ده وحاولت سلاح ضدهم هم. ده اكيد. واخد بالك انت؟ والناس اللي بتحفزني فانا برضو خدت طاقتكم الكويسة اللي انتوا اديتوها لي واستخدمتها ونجحت بيها. فمن ضمن الكلمات بقى اللي تتحط على الحيطة I'm gonna show you how great I am. فعلا هتفرق قوي 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 لما تشوفها كل يوم قدامك، والبرمجة بتاعت عقلك تشتغل عليها، فكل يوم يبقى عندك حافز من اول وجديد I'm gonna show you how great I am. الكلمات اللي بنتكلم فيها بتأثر بشكل إيجابي. ما عنديش شغف قدر ما عندي انضباط. الواحد يكون ما عندوش شغف بس عنده انضباط وينجح، يعني انضباط أهم من الشغف. الانضباط هو أساس النجاح، خلينا متفقين على كده. فكرة الشغف أنا لو مشيت وراه وقت ما يبقى عالي، قمت الصبح كده شغفي عالي وعاوز ان انا اتمرن وعندي احساس بالمسؤولية وبتاع، وياما ابطال ولعيبة كتير كان الشغف عالي في اوقات وبعدين بعد كده نزل او وطي ايا يكن الاسباب، ضاع، ما كملوش. هي دي الفكرة. الانضباط بيخليك تمشي الطريق لاخره، اما الشغف بيخليك على حسب شغفك. طب هل معنى كده ان الشغف ملوش لازمه؟ لا، الشغف حلو جدا عشان يكون محفز ليك، بس ما تعتمدش عليه اعتماد اساسي. وممكن انك تعليه في وقت الاوقات لو وطي شويه، انك تعلي شغفك بفكره ان انت تعمل حاجه تجديد، سواء كانت في التمرين، سواء كانت في الملابس، سواء كانت في ادوات التدريب، سواء كانت في مكافاه ليك على تمرينه حلوه. كل الحاجات دي بتجدد الشغف بالنسبه لك. فهمت الفكرة؟ كم مرة من المرات دخلت التمرين مش فايق ومتضايق وبتاع، وبعدين اتقال لك كلمة من الكابتن قمت حسيت ان انت نفسك اتفتحت وعايز تتمرن تاني. فاهمني؟ يبقى اذا دي مشاعر، دي بتتغير،
دي مش يعني لو مشيت ورا المشاعر ما اوصلش لحاجه، لانها مش مضمونه. اما الانضباط انا ماشي على طريق. تعبان النهارده ماشي، عيان النهارده ماشي، فايق النهارده ماشي، فرحان النهارده ماشي، متضايق النهارده ماشي، فكله بيساوي في الاخر نجاح. دي فكره الانضباط. زي ما في كلمات بتأثر فينا بشكل إيجابي أو بشكل سلبي، في برضه مواقف. إيه الموقف اللي أثر فيك بشكل إيجابي ولا يمكن تنساه في مسيرتك في البوكس؟ لو اتكلمنا عن المواقف الايجابيه، في مواقف ايجابيه في رحلتي خلتني اطلع لقدام، ربنا سببها لي. ولكن خلينا نقول موقف النهارده جميل قوي ومنه اعتراف بالجميل كمان لناحيه المدربين. المدرب ممكن يكون سبب في انك تطلع لقدام او انك تنزل لتحت. من ضمن المدربين اللي ليهم عندي جمايل، طبعا ربنا يقدرني ونحكي قصصهم كلهم، لان في ناس فعلا وقفوا جنبي في فتره من الفترات، ولكن هنحكي موقف جميل وقصه جميله غريبه لاحد المدربين الكبار اللي انا بعتبرهم من كبار مدربين مصر. كابتن احمد عبد الفتاح، مدرب اتحاد الشرطه الرياضي. الراجل ده اسطوره، مش واخد حقه. انسان محترم ملتزم جميل وبطل، وصل انه كان واخد بطل افريقيا قبل كده. فالراجل ده احنا كان بيبقى عندنا زي نظام معسكر قبل كل بطوله جمهوريه. المعسكر بتاع المنتخب بيتفك، كل لعيب بيروح للنادي بتاعه بيعمل المعسكر بتاعه قبل البطوله، وبعدين بعد البطوله ما نكسب بنتجمع تاني. فقبل بطوله الجمهوريه المعسكر اتفك بتاع المنتخب، كل واحد راح لبيته. بعدين بعد كده في اتحاد الشرطه قالوا يا جماعه هنتجمع علشان نحدد المعسكر بتاعنا، نطلع على المعسكر ونعمل معسكر مغلق قبل البطوله. كان حوالي فاضل من اسبوعين ل3 اسابيع قبل البطوله، فهنعمل معسكر عشان نطلع منه على البطوله. رحنا واتجمعنا، نفاجئ بان لا، حصل حاجات كده. قال لك حصل حاجات في الاداريات، حاجات ما اتظبطتش، مبالغ معينه ما جاتش، مش عارف ايه، فمش هنعمل المعسكر. لغوا المعسكر في لحظه. طب يا جماعه ازاي؟ قال لك خلاص، طب هنعمل ايه؟ قال لك كل واحد يروح بيته ويتمرن في بلده، وبعدين بعد كده نتجمع على البطوله. طب ده كلام؟ قال لك هو ده الوضع اللي احنا فيه. بعد ما جاي بشنطتي، باخد شنطتي وراجع، كابتن احمد عبد الفتاح قال لي انت رايح فين؟ قلت له هروح فين؟ هروح، هعمل ايه؟ قال لي لا مش هتروح، انت هتيجي معايا. قلت له اجي معاك فين يا كوتش؟ قال لي هتيجي معايا البيت. قلت له هاجي البيت اعمل ايه؟ قال لي هتعيش معايا الفتره دي، الاسبوعين 3 دول، لغايه لما تيجي البطوله، ابقى انا ضامن انت تحت رؤيتي وتحت نظري ومطمن عليك. هيعمل لك معسكر في البيت كابتن فتاح، هيعمل لي معسكر خاص، فانا مش مستوعب، بس مفيش حد هيعمل كده، وايه اللي جبره؟ انت فاهم الفكره؟ قال لي فقلت له يا كوتش لا، مش هينفع، يعني انا مش مستوعب، وكنت صغير بقى ساعتها. فقام قال لي لا، انا ادرى بالمستوى بتاعك، انت عندك تخسيس مميت، عندك نظام تغذيه لازم تمشي عليه، الوزن بتاعك ما بيجيش بسهوله، نظام تدريبك والفتنس بتاعك وادائك على الحلبه لازم يبقى فيه استراتيجيات اللعب اللي انت هتلعب بيها عشان البطوله اللي جايه مهمه. ما بقيتش عارف اعمل ايه. خدني ووداني هناك البيت، اتعرفت على اسرته الجميله ومراته الست الطيبه الجميله اللي كانت بتعمل الاكل بنفسها، وتعمل لي مسلوق، وتعمل لي حاجات ما فيهاش مسبكات وبتاع والكلام ده. والله العظيم ناس جميله وعيله جميله واشخاص فعلا فعلا بدين لهم بالجميل طول حياتي على الموقف اللي اتعمل معايا. عيشني في اوضته، عملها لي، ده المبيت بتاعي، الميزان موجود جنب السرير، اوزن عليه صبح وليل، بياخدني بالعربيه، كان هو ساكن في الهرم، ياخدني بالعربيه اتحاد الشرطه الرياضي الصبح، نعمل تمرينتنا بتاعت الصبح ويرجعني ارتاح واكل واجهز ويشوف الميزان وبتاع ويسيبني اريح. وبعدين بعد كده يجي بالليل ياخدني بالعربيه تاني، يوديني نادي تاني، يوديني نادي تالت، ليه؟ يكلم زمايله المدربين يوفروا لي لعيبه العب معاهم سبارنج عشان ابقى بنوع، عشان المستوى يعلى، الاحتكاك مع اشخاص متنوعه، مدارس مختلفه، باشكال مختلفه، باوزان مختلفه، تقدر ان انت تتشد في وسطهم. فالموقف كان غريب بالنسبه لي، ولكن اثر جدا في حياتي. وكان طبعا اقل حاجه ارد له بيها الجميل بعد ده كله هو ان انا اجيب بطوله الجمهوريه واقول له شكرا انك كنت سبب، ربنا جعلك سبب في ان انا اخد ذهب الجمهوريه في البطوله دي. بس عمري ما هنسى الموقف ده، وبشكره واتمنى ان هو يكون سامعني او حد يوصل له الفيديو ده، علشان دي اقل حاجه اقدمها له يعني. كوتش انا شفت الحلقه اللي انت اتكلمت فيها عن محمد علي لما فكه اتكسر،
كان بيلعب مع ملاكم كان مغمور وقتها. انا الصراحه يعني اول مره اعرف ان محمد علي في ماتش فكه اتكسر، انا اندهشت، واندهشت اكتر لما عرفت ان هو كمل الماتش وهو مصاب اصابه زي دي. فهل هو صح اللي عمله دوت صح ان هو يكمل الماتش وهو مصاب؟ الموضوع ده شائك، لان ليه قسمين او ليه ردين. رد انه يقول لك تستمع للمدربين بتوعك لو قالوا لك ان انت تنسحب او هم خايفين عليك، ورد تاني اللي هو انا ههندل الموضوع، انا هقدر ان انا اتعامل مع الموضوع. انت مين عشان تقرر اذا كنت تكمل الماتش بدماغك ولا انك تستمع لكلام مدربك وتنسحب؟ يعني كل لاعب بيختلف عن التاني. يعني احنا ما نقدرش ان احنا نقول على محمد علي ان هو كان يقدر ان هو يستمع لمدربه لو كانوا قالوا له ان هو ان انت تنسحب او كذا او بتاع، لان ده محمد علي عنده خبرة عالمية، راجل بطل اولمبي، بطل العالم للاحتراف، راجع من ماتشات جهنمية قبليه. فبالتالي محمد علي عارف هو هيعمل ايه، ولما بالظبط ولما هياخد القرار هيعرف ان هو يتعامل بيه. غير مثلا ملاكم تاني نص نص، ملاكم تاني مبتدئ، ملاكم تاني بيعافر لمجرد المعافرة، بس في نظرة المدرب شايف ان هو كده. بتختلف بقى على ان انت واصل لايه، انت مستواك ايه، علشان ان انت تتناقش في حاجة زي كده. انت فاهمني؟ بس فالكلمة الاولى والاخيرة في الموضوع ده للمدرب، انا بشوفها انها للمدرب، لان هو المسؤول الاول عنك على الحلقة. بس في بعض الاوقات انت بتكون معدي، يعني مثلا بيفول بيلعب، بيتر بييف بيلعب، لوماتشينكو بيلعب، اوزيك بيلعب، اكيد المدربين بتوعهم مش هتبقى ديكتاتوريه. هي فكره ان انا يعني خلاص في تجاوب، انا واثق في قدراتك كلاعب، فلو انت قلت لي ههندل الموضوع هثق فيك، لان انا واثق انك عندك بوكس كبير قوي، بوكس عالي قوي، هتقدر تمشي بيه الدنيا. او ان انت ملاكم متوسط المستوى، لا انت مش عارف حاجه، اسكت، لسه خبراتك ما تعديش. فدي اللي بتفرق بقى. شفت الفكره في ايه؟ تمام. فالموضوع عشان كده قلت لك في الاول شائك وحساس، ان هي بترجع لمين. تعالى نرجع لماتش اوزيك ودبوة. كان جالي سؤال ان دبوة كان محضر كويس جدا وقعد فتره بيحضر وقال لك انا حتى جاهز واوزيك ويلا، واوزيك بطل برضو بعد التحضير ده كله عرف يوقعه في الجوله الخامسه بعد 15 دقيقه. ايه تفسيرك لان هو بعد التحضير ده كله ممكن يقع نوك اوت بعد 15 دقيقه بالظبط؟ لو احنا رجعنا للفيديو اللي عملناه مع بعض قبل الماتش هنفتكر ان انا قلت لك ان التوقعات والترجيح كله رايح ناحيه اوزيك، وقلت لك لو دبوة عاوز يعملها فده اليوم المثالي لانه يعملها، ان هو فكره انه يتحول على الحلبة. فاكر الكلام ده؟ فالنقطه هنا، مين قال لك ان القضيه ليها كتالوج؟ انت ما ينفعش تحكم على بطل بانك تقول ان هو وقع قضيه في الجوله الخامسه، وكان ممكن يقع من الجوله الاولى، ممكن يقع من الثانيه. القضيه احنا قلناها قبل كده 3 شروط اساسيه لتحقيقها: الضربه الصح، المكان الصح، التايمنج الصح او التوقيت المثالي ليها. انت ممكن تضرب ابر كات في ضلع واحد ما يقعش، بس لو ضربتها وهو بيتنفس يقع. الضربتين هما نفس المقياس. فعشان كده بقول لك الضربه القاضيه ما تعملهاش توقيت. فهمت الفكره؟ طيب النقطه الثانيه فكره دبوة متوقع ان هو يخسر من اوزيك لاكتر من سبب. اول حاجه، اوزيك ملم بشغل المدرسه البريطانيه كله، ما هو خلاص هي مدرسه بريطانيه، واخد بالك انت؟ فهو خلاص يعني بيقول لك على اخر 10 ماتشات هو كسبان 8 منهم بريطانيين. انت فاهم الفكره؟ ف تشيزورا على ديبوا 2 على جوشوا على تهيألي فيوري 2 وباركر. يعني الفكره هنا ان الموضوع خلاص هو عارف شغل المدرسه البريطانيه وكعبه عالي عليها. فخلاص دي حاجه. الحاجه الثانيه، ديبوا لما قابلته هناك في الرياض، الشخص جميل لطيف، بس شخصيته على الحلبة ما بيعرفش يغيرها. وخلي بالك في موضوع الشخصية على الحلبة، انت ممكن تبقى لطيف جدا تحت، بس فوق الحلبة انت بتلبس كاركتر تاني او بتتقمص شخصية تانية. خد بالك من النقطة، طبعا بيفرق في اللعب جدا. نسيم كان بيعمل كده، محمد علي كان بيعمل كده، تايسون كان بيعمل كده، واخد بالك؟ تايسون طيب جدا من جواه، بس الفكره ان هو بيدي كاركتر معين، بيرعب الخصوم بتاعته انه بيبص في عينيهم. محمد علي نفس الكلام، تراش توكينج، نسيم حميد بالاستعراض، غيرهم وغيرهم وغيرهم. انت فاهم الفكره؟ فكره الكاركتر على الحلبه مهمه جدا، وانا عامل حلقه بتكلم فيها لما هاجي اقول قصه نسيم. الفكره هنا ان دبوة لطيف تحت ولطيف فوق.
حتى هو الضربه بتاعت جوشوا اصلا لما وقع جوشوا، واخد بالك انت، يعني برضه تحس انها جايه كده يعني، فاهم؟ ضربه طيب حتى في لعبه. فالشخصيه على الحلبه لازم تبقى فيها شراسه، انت فاهم الفكره؟ لازم تديها الكاركتر، لازم الشخصيه تبقى على الحلبه فيها سيطره. دبوة ما عندوش حته السيطره، وبعدين بيلعب مع مين؟ مع استاذ اصلا التفكير والمنتاليتي والعقليه على الحلبه. اوزيك فظيع، اوزيك اصلا بيعرف بيعمل ايه قبل الماتش، وبيعرف يطلع امتى، وبيعرف يقعد امتى، وبيعرف وهو داخل على الوزن يطلع الناس قبليه ازاي علشان تاخد الطاقه بتاعه المكان والجمهور والكلام ده كله، وبعدين هو يخش في الاخر. اوزيك دكتور نفسي. فتخيل بقى انت بتعمل ايه دبوة صغير قدامه، انت فاهم الفكره؟ بس فده الموضوع يعني ان اوزيك صعب دبوة يكسب، الا طبعا لو اتحققت شروط القاضيه انها جت كده، لكن كعقليا وكتحليليا وككل حاجه مقومات، لا ما ينفعش. بس تعالى برضو نرجع للفيديو اللي احنا عملناه مع بعض قبل الماتش، وانت كنت كشفت ثغرة في اوزك اللي هي كانت بطنه السفلية بالتحديد. قلت ان دوبوا لو اشتغل عليها شوية وظبطها كان ممكن يجيب اوزك من ضربة قاضية. صحيح. هل لو كان فعلا اشتغل عليها كان النتيجة بتاعت الماتش دي ممكن تختلف، ولا خبرة اوزك برضو ترجعه انه يبقى ملك الحلبة في ساعتها؟ هنرجع تاني، كفاءته وهو بيعملها ايه؟ يعني هو بيضربها وهو مفتح ايديه، ولا هو دخل قفل سيطر ضغط قفل المسافات على اوزيك انه ما يعرفش ياخد ضربه منه، ان اوزيك ما يعرفش يوصل ضربه ليه، وبدا ان هو يركز على ضربات الانر فايت وهو مقفل. فهمت الفكره؟ الفكره ان الوزن التقيل ما فيهوش هزار. الضربه مهما تبان لنا انها جايه كده بتبقى تقيله، انت فاهم الفكره؟ فالموضوع انك لازم تبقى عارف انت بتعمل ايه، انت لازم مأمن نفسك كويس قوي، شايل ضرباتك كويس، داخل عارف انت بتعمل ايه، لان انت بتجازف في كل ضربه طالعه من الخصم. فلو كان قافل ضغط حافظ على نفسه كان ممكن النسبه تعلى. اما بالنسبه للعب اللي هو عمله والطريقه اللي هو عاملها اللي هي المعتاده، طريقه لعبه المدرسه البريطانيه، واخد بالك؟ اوزيك خلاص هو عارف هو بيعمل ايه، حتى لما اداله الهوك اداله من بعد ايده، انت فاهم الفكره؟ فهو ضرب له هوك مفتوح بالشوله بتاعته جابه له من بعد ايده، هو ده خلاص شايف ان ايده دايما بتبقى قدام ما بيقفلش. فهمت الفكره؟ يبقى احنا كده اتكلمنا كتير عن فكرة اوزك ودبوة، قد ايه اوزك مذاكر المدرسة البريطانية. بس واحد زي دبوة تفتكر لو كان غير الستايل بتاعه من المدرسة البريطانية لأي مدرسة تانية هو يكون متقنها برضه، كان هيلعب بنفس الأداء وهو متعود على مدرسة معينة؟ كان ساعتها هيبقى فرصته أكبر في إنه يلعب مع اوزك أحسن. الاي كيو بتاعك ايه عشان ان انت تعرف تنقل من مدرسه لمدرسه وتتقنها؟ هنا النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، انت هتقدر ان انت تغير الستايل بتاعك وتقدر ان انت تركز عليه، ومساحه الوقت اللي قدامك قد ايه اصلا علشان الماتش، وانت كل ده هتقدر تظبطه وتتقن المدرسه وادائها وتعملها وتوصل انك تطبقها، او الستايل المعين اللي انت بتشتغل عليه اللي اتعلمته جديد هتقدر ان انت تطبقه بنفس الكفاءة بتاع الستايل الاصلي بتاعك. هنا بقى بتختلف في الاي كيو، ذكاء اللاعب وتقبله وحفظه وتطوره، اذا كان يقدر يعمل ده ولا لا. وفي ماتشات كتير اللعيبه داخله بمنهج معين معروف ان هم اللعيبه دول مهاجمين، يخش تلاقيه مدافع. اللعيبه دي بتدافع فانت هتشتغل عليها بالهجوم الاكتر، تفاجئ انه بيهاجمك. هل ده يؤثر على أدائه؟ بيأثر على اداء مين؟ على اداء الخصم. اللي غير. اللعيب اللي غير بيأثر على ادائه لو اتقنه بالايجاب، ولو اثر عليه بالسلب يبقى بسبب انه ما اتقنش الاسلوب. فهمت الفكره؟ فهي المساحه قد ايه والذكاء بتاع اللاعب ومده التدريب على الستايل وتغييره واللعيب اللي قصاده. ما هو انت مثلا عندك ماتش باريرا ونسيم حميد، هو ايه اللي خلى باريرا يكتسح نسيم؟ ان نسيم داخل عارف ان باريرا مهاجم، باريرا قلب الموازين بيدافع وبيرجع لورا، فنسيم كل ما بيدخل يقوم هو مكونتر عليه. وبعدين وقت ما جه ان هو يبدا يلعب معاه راح باريرا راجع لاصله، ما هو عنده الستايل القديم. فهمت الفكره؟ فراح راجع عليه، فراح بعد ما يعمل كاونتر اتاك بقى يزود عليه الهجوم المباشر تاني، بقى يزود عليه هجمات مرتده اكتر، وبدا ان هو يضغط بالكومبوهات على الحبال. كل ده اثر على نسيم، ما بقاش عارف لك هو انت بتدافع ولا انت بتهاجم ولا انت ايه. طب انا اصلي بهاجم بس انا جيت اضربك لقيتك بتدافع، طب انا هبدا اسستم عقلي ان انا اهجم عليك عشان انت بتدافع، طب انا راح التاني مغير وراح قال لي طب انا بهاجم.
فهمت الفكره؟ هنا التغيير ما بين الاساليب وازاي ان انت تتقن اكتر من اسلوب، ودي مهاره متطوره في الملاكم. مش كل الملاكمين بيعرفوا يعملوها، بس ان انت، انا شايف من وجهه نظري او المدرسه اللي انا بعلمكم عليها، ان احنا لما نوصل لليفل معين من المستوى او الستايل نغيره ونتعلم واحد جديد. ليه؟ عشان لما اجي العب في ماتش لقيت ان الخصم اللي قدامي مش ماشي مع الستايل ده، يبقى عندي داتا تانية اعرف اشتغل بيها. ده انا كنت بطبقه على الحلبة وانا بلعب. انا فاكر في ماتش لعبت كل جولة بستايل، كل جولة بستايل مختلف. كل جولة بستايل مختلف. انا بقيت بلاعب مش اللاعب، كنت بلاعب المدرب، كنت بلاعب الناس اللي عمالين يقولوا له نصايح على الحلبة من زمايله، وبلاعب الحكام، وفي الاخر بلعبه. ايه الفكرة في كده؟ ان انا خلاص شوشته. هو داخل بطريقه معينه، فيروح الركن بتاعه بعد الجوله انا كسبانها مثلا، فهو يجي المدرب يقول له اعمل 1 2 3 ده اللي بتاع الستايل ده، فيخش يلاقي ستايل تاني بيلعبه فيتضرب، فيروح الجوله الثالثه يقول له لا ده بقى اعمل معاه 1 2 3، فيلاقي ستايل ثالث. فهمت الفكره؟ ومنها ان انا بلاعب الحكام عشان البوينتس، ما اديهمش فرصه ان هم يحطوا بوينتس معينه ليه، واخد بالك؟ خصوصا لو كان الخصم بتاعي هيجاملوه، ودي قصص تانية نتكلم عليها في التحكيم والكلام ده كله وكده، لان ده محيط يعني. وبتحصل على فكرة من اصغر البطولات اللي مش متشافة للماتشات العالمية، واخد بالك؟ فدي الفكرة. فانك لازم يبقى عندك اكتر من ستايل، لازم يبقى عندك اكتر من طريقة، لازم يبقى عندك اكتر من خطة. حتى الخطة ممكن تبقى بنفس ستايلك ولكن خطة مختلفة. كل دي قصص، هي دي الملاكمة. هو ده سحر الملاكمة. هي دي فكرة اللي هو ان الملاكمة محيط، مش بحر، محيط كبير قوي عميق جدا. فهمت الفكرة؟